متى تتوقف نانسي عجرم عن الدلع ومتى يتوقف الرجاله عن مرقعه الاختيارات؟ كملوا معايا الفيديو للاخر علشان تعرفوا مين هيبطل دلع ومين لا. نانسي عجرم اول ما عرفناها وعلقت معانا كانت بعبايه الرقص الشرقي على طبق الغسيل في اغنيه ونص، وعرفنا منها ان الزعل ممكن يبقى نص نص والبعد يبقى ونص. والحقيقه هي علقت معانا ستات ورجاله، بس علقت مع الرجاله اكتر لما عملت صبي قهوه في اخصمك اسيبك لا. وبقى حلم كل راجل ان الطلبات تنزل له على القهوه من ايد نانسي عجرم. بس اللي كليبات نانسي عجرم عملته بتدفع ثمنه ستات كتير. هتقول لي ازاي؟ علشان نانسي عجرم بقت حلم لكل الشباب اللي بتدور على بنت الحلال. تقول له مواصفات احلامك ايه يا ابني، قبل ما يقول لك شخصيتها عامله ازاي يقول لك بيضه وعيونها ملونه وممشوقه القوام. طبعا من حق كل واحد انه يحلم، بس المشكله ايه هنا بقى؟ المشكله ان اللي حصل ده اسمه تنميط لشكل الستات. مفيش بنت ده حالها 24 ساعه في اليوم. هل انت متخيل لما نانسي عجرم بتصحى من النوم بيبقى ده شكلها؟ طبعا بتبقى قمر وكل حاجه، بس اكيد مش بالشكل اللي بتطلع بيه في الكليبات. اللي اقصده هنا بقى ان ده بيبقى عبء على الستات كلها، بيبقى مطلوب منها ان هي تبقى حلوه ومتشيكه 24 ساعه. ودايما الرجاله تحط الستات في مقارنات ما بين نانسي عجرم وما بين اي ممثله ومغنيه ثانيه، واللي بيحصل هنا هنسميه متلازمه نانسي عجرم. يعني ايه بقى؟ يعني تبقي قاعده في امان الله بتتفرجي على التلفزيون انت وجوزك وتلاقيه بيلقح عليكي في الكلام ويقول لك شايفه البنات عامله ازاي؟ عامله ازاي يعني؟ ما انت اسمك محمد وقاعد جنبي عادي ومستحملاه. طيب حضرتك ليه ما سالتش نفسك ليه نانسي عجرم والمغنيين والممثلين بيبقوا عاملين كده؟ يعني مش عشان شغلانتها بتتطلب كده، ولا عشان وراها تيم كبير بيساعدها ان هي تكون كده؟ وللاسف المتلازمه دي ما صابتش الرجاله بس، دي صابت كمان بنات كتير. هتلاقي البنات عصره نفسها علشان توصل للشكل المثالي، يعني نفسها توصل ان وشها يبقى مشدود، خدودها مورده، هتقوم جايه ضربه حقنتين فيلر. وانت عارفه برده مش هتبقي راضيه عن نفسك، علشان كل شويه هتطلع لك نانسي عجرم جديده هتحاولي تمشي وراها. معلومه سريعه بس للرجاله، احنا مش هينفع نكون لكم نانسي عجرم، لان انت مش هتعرف تكون لي كاظم الساهر. يعني مثلا لو واحده زي نانسي عجرم جت قالت لك حس بيا خلاص هتقتلني الظنون، هترد عليها تقول لها انت دماغك مسوحاكي، انا اصلا ما وعدتكيش بحاجه. وبالرغم ان انت اصلا اللي هريها مكالمات واهتمام بتفاصيل كل حاجه في حياتها، سواء الجد هتخلع عادتكم ولا هتشتروها. او مثلا لو واحده زي نانسي عجرم قالت لك رساله واضحه وصريحه تعالى هنا وانا احبك، كل غرور هتقول شوف البت مدلوقه عليا ازاي، اما اتقل عليها شويه. بس على الرغم ان احنا ما ينفعش نكون نانسي عجرم، بس في بينا صفات مشتركه، وهي ان الاهتمام ما بيطلبش. قالت لك في حاجات تتحس وما تتقالش، وده مبدا كل الستات ماشيه عليه. ما هو انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. اعتقد هنا عرفتوا الاجابه، ان نانسي عجرم مش هتتوقف عن الدلع، وان الرجاله مش هتتوقف عن التنميط والمرقعه في اختياراتهم. لو عايزين تريحوا بعض يا جماعه فكن لها يا سيدي كاظم الساهر، هتكون لك نانسي عجرم. اكتبوا لي في التعليقات معاناتكم مع المشكله دي، وطلب منك تكوني شبه مين من الفنانات.